السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، ما يحلى الكلام إلا بذكر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب يجعله رمضان سعيد عليكم جميعا يا رب. قلنا بقى يا جماعة بقى ايه في قناة مصطفى وأمل للمنوعات، ننوع لكم شوية. عندنا كده سردين يا جماعة، انتوا شفتوه قبل كده لما أنا حطيته في أكياس وعبيته في التلاجة، وقلت كل مادة أطلع منه كده، مرة نقلي منه مرة نعمل في صينية. بس بصراحة المرة دي هنعمله في صينية. حلاوة بقى ان انت تعملي السردين في صينية كده وتكليف عيش بالعيش بيفتح نفسك بطريقة جميلة جدا. وبعدين بيبقى يعني ايه تغيير بمعنى اصح. تمام. احنا طبعا حلاوة السردين يا جماعة لما بنيجي نعمله لازم بنحط طماطم كتير، ليه؟ بتطعمه في نفس الوقت بتديله يعني ان انت ايه غموس جنب الاكل. دي الطماطم هي ديت بقى يعني اساس الاكله كلها. ان انت تقعدي كده تقطعي لك كام طماطمايه وتقطعيها سلطه، وهتشوفوا سلطه ليه وهنقول كل حاجه مع بعض. بس بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم من مصطفى وامل كل جديد. حبايبنا ومتابعينا بجد والله هتشوفوا معايا منوعات، حاجه جميله جدا واكلات حلوه وسريعه وسهله. يعني جايه من الشغل تعبانه مثلا صاحيه، مثلا تنظيف البيت، تنظيف مذاكره العيال، كل حاجه طبعا عايزه تلحقي نفسك باكله سريعه. احسن اكله تعمليها في رمضان هي صينيه السردين. طبعا بعد كده ما قطعت الطماطم يا جماعه هنشوفوا بقى التتبيله اللي احنا هنعملها. اهم حاجه يا جماعه في صينيه السردين ديت يا جماعه التتبيله. معلقه توم مهروس كده حلو، عليها معلقه من الكمون، عليها معلقه من الشطه بس معلقه صغيره من الشطه عشان ما يطلعش حراق، ومعلقه ملح. وتديها بقى كمون وتوم ونص معلقه شطه وملح. ومعايا كده يا جماعة اللي هو الفلفل، أنا عندي الفلفل ده بخزنه في الفريزر، بقطعه أخد منه للسمك، أخد منه للكبدة، بيبقى جميل جدا. وطبعا احنا شفنا اهو، خدت معلقة من التتبيلة حطيتها على السلطة، وخدت منها معلقة في الصينية في قعر الصينية عشان تديك الريحة وتبقى طعم السردين طعمه حلو. تمام، على قد ما تقدري ما تخليش الحاجة حادقة معاكي بالذات في رمضان. رصينا طبقة طماطم وفلفل، رصينا طبقة سردين، رصينا طبقة طماطم وفلفل، عصرنا الليمون طبعا، وشوية زيت في الآخر. طبعا يا جماعة أنا بحب أعمل صينيتين، صينيتين عشان أنا عندي اللي بيحب السردين بيبقى مثلا ناشف شوية، يعني يبقى طالع من الصينية ناشف، وفي اللي بيحب السردين عندي يبقى طري، ما يبقاش ايه ناشف جامد، يعني تحس بطعمته كده ويبقى طعمه حلو. فكل ده بايدك على حسب بقى ايه تسويتك في الفرن. انتي ممكن بايديك اول ما تلاقيه شرب بس المية بتاعته بتطلعيه خلاص، وممكن تنشفيه وتحمريه. طبعا زي ما شايفين كده مع بعض الصينيتين. انا هو حبيت ان انا اوريهولكم من قريب بعد ما حطينا الليمون والزيت ومولعين الفرن بتاعنا. هحطه على الصاجة من تحت طبعا على اعلى درجة عندك، لان انتي هتحطيه على الصاجة هينزل ميته من غير ما تحطوله مية ولا اي حاجة. هو هينزل ميته وهيستوي معاكي وهيطلع زي الفل، وبألف هنا والشفا. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. طبعا يا حبايب قلبي قلت كده عندي ايه كنافة اطلعها من الفريزر، طبعا انا بجيبها وبحطها في الفريزر زي ما احنا شايفين مع بعض، بسخن لها سمنة بلدي كده حلوة فلاحي تفتح النفس، واقعد افرفط فيها كده زي ما احنا شايفين مع بعض، واحط لها سمنة برضو بالكتير عشان تمسك معاكي وتطلع معاكي القطعة بقطعتها، يعني ايه الخرطة بخرطتها. تمام. وبتدهني برضو قعر الصينية بايه بمعلقة من السمنة. طبعا انا قلت بعد السردين ده يا امل هيقعدوا يقولوا لي مفيش حاجة حلوة نحلي بيها، فقلت لازم مع صينية السردين اللي هي صينية الكنافة. طبعا هتقولوا لي ايه جاب السردين للكنافة، بس انا حبيت والله بجد ان انا اوريكم كل حاجة انا بعملها. بجد مفيش اسهل ولا ابسط من كده، وكل ده ما كملش معايا نص ساعة. صينيتين في الفرن، صينية الكنافة بعملها كده زي ما انتم شايفين، على قد ما تقدري تقعدي تطبطبي كده او تبططي كده بايديكي عشان تمسك كلها مع بعضها. طبعا انا عاملاها بشويه مكسرات وجوزة الهند والحاجات والزبيب والحاجات الجميله بتاعت ايه رمضان، البشر بتاع رمضان. اللي عايز يعملها بكريمه مفيش اي مشاكل، اللي عايز يعملها بالقشطه مفيش اي مشاكل. طبعا وحطيت عليها معلقتين من السمنه عشان كلها ايه تبقى كلها سمنه كده طعمها حلو. وبقيت الطبقه اللي انا عماله بفرفط فيها ديت حطيتها على الوش. دي بتديها طعم جميل يعني بجد والله العظيم. طول ما انت سويت الصينيه بايدك وقعدت تبطبطي كده وتطبطبي كده، ما شاء الله، يعني حاجه جميله خالص. وبألف هنا وشفا اللي كل بجد كانت القطعه طالعه بقطعتها كده،
يعني الخرطة بخرطتها جميلة. طبعا اخر شوية سمنة بتحطيها على الوش، وفاضل معايا حتة برضو هدخلها الفريزر. وكده برضو طلعنا السردين معاكم زي ما احنا شايفين مع بعض. ديت الصينية الطرية، ودي الصينية اللي انا نشفتها شوية عشان انا عندي يا جماعة حماية بيحبها ناشفة. تمام. فانا حبيت بس ان انا اراضي الكل، واحنا بنحبوها طرية. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا والشفا. تعالوا بقى نعملوا العصير مع بعض ونشوفوا صينية الكنافة لما تطلع من الفرن اهي. انا حبيت برضه اوريها لكم. انا يا جماعة بوطيها خالص وبحطها كده على الشبكة، مش على الصاجة خالص. يلا بينا نعمل العصير عبال ما صينية الكنافة تطلع من الفرن. الكنافة طلعت معانا من الفرن، يلا بينا نقلبها ونحط لها الشربات بتاعها، عشان وهي سخنة كده الشربات بيكون بارد معاكي. ادي الكنافة يا جماعة، وحلاوة الكنافة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ما ينفعش سفرة رمضان ما يبقاش عليها كنافة وحاجات حلوة دي. طبعا الشربات معانا اهوت، بسم الله ما شاء الله. انا بعمله باخد منه حبايب قلبي كده، بسم الله ما شاء الله. اسقيها بقى وهي سخنة كده، اللهم صل على النبي. طبعا انا بشتغل بايد وبعمل بايد، فاعذروني بقى. هنقطعها ونحضر معاكم الفطار عشان القرآن بدأ، ونعمل العصير. دي تقطيعة الكنافة بعد ما خلصناها، بسم الله ما شاء الله. تروحي تجيبي صينية زي ديت بشيء وشويات. ليه خسارة؟ انت اعمليها في البيت احسن، وبعدين بطريقة ايدك بقى والسمنة البلدي يا سيدي. يلا بينا نحضر الفطار. وعملنا العصير الليمون اللي يفتح النفس طبعا بعد اكلة السردين او قبل اكلة السردين اهو، يبلع معانا على الفطار. يلا بينا نحضر السفرة، استنوا معايا. انتوا طيبين يا سيدي، شرب على طول. كوباية ليمون تفرفشكوا كده وتنعنشكم. مع ان والله العظيم الجو جميل ومش حر ومفيش اي حاجه الحمد لله. وعملنا معاكم اهوت صينيه السردين بألف هنا والشفا للي هياكل، والعيش، وطبعا حته الكنافه للي حابب يحلي قبل ما يحدق او يحدق بعد ما يحلي. لا الحلو بعد الايه بعد ايوه عينها بقى. عايزين انا جعان. بألف هنا والشفا. عطشان بسم الله. ايوه دوق كده يا مصطفى وقول لي يا رب تعجبك بقى والنبي. لا حلوه مقرمشه. سمعت القرمشه؟ مقرمشه جامده. طب يلا. بس عارفه الاحسن ايه؟ قول لي. ان احنا ناكل الحلو بعد الحادق. ناكل الحلو بعد كده الحادق؟ عشان جعان. طب يلا قول لهم بقى ما تنسوناش. ما تنسوش بايه؟ والاشتراك في القناه. ايه النهارده بصراحه واشتركوا في القناه. صباح الفل. مصطفى وامل عشان دي شايمه وفتره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.